ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ انا عارفه ان انا بغيب عليكم في الفيديوهات، بس معلش بيبقى عندي ظروف وانا بتاسف يعني على التاخير. فرجع لكم النهارده عايزه اعمل لكم حاجه حلوه كده وبسيطه، ومقاديرها كلها موجوده في البيت. هنعمله لقمه القاضي زي ما انتم شايفين كده، بسيطه وسهله وحاجه جميله تقومي تعمليها في دقايق يعني. هنسمي الله ونقوله بسم الله الرحمن الرحيم. دي قناتي، دي قناه ام علي. عايزاكم كده تفتكروني باللايك. بص، نبدأ من المكونات الأول. دول معلقتين لبن بودرة، ومعلقتين نشا، ونص ومعلقتين سكر، ومعلقة خميرة كبيرة على نص كيلو دقيق، وباكو فانيليا. المقادير دي كلها على نص كيلو دقيق. هنقلبوا المقادير دي كلها، ودول معلقتين زيت بس. دي مقادير الحاجة دي كلها لقمة القاضي، ما فيهاش اي حاجة، سهلة وبسيطة وتقومي تعمليها في ثواني وتفرحي بيها ولادك، وحاجة سخنة وجميلة وموفرة أحسن من بتاعة الشارع 100 مرة. دي كوباية مية دافية هنعجن بيها. بندفي المية بنخليها دافية عشان تتفاعل مع الخميرة، وهنفضل كده نعجنها. أخدنا كمان يعني ربع كوباية كمان، يعني خدنا كوباية وربع عن نص كيلو دقيق، كوباية كبيرة وربع مية. وهنفضلوا نلفوها كده زي ما انتوا شايفين، مفيهاش أي حاجة ولا عجن، ولا هتتعبي في عجنها ولا أي حاجة. وهنغطيها. وطبعا عشان احنا في الشتاء ممكن تدفي الفرن شوية وتحطيها في الفرن وتطلعيها زي ما انتوا شايفين كده، خمرت بسم الله ما شاء الله جميلة. هنطلع الهواء منها، لو يكون فيها اي هواء ولا حاجة هنطلعه الهواء منها. طبعا بتبقى العجينة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، عجينة طرية خالص وفيها مطة زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، مطتها جميلة. هنبدأ نقله في زيت غزير. انا عارفة طبعا ان الزيت غالي، بس بعد كده ممكن تستعملي الزيت ده في اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده سهلة وما فيهاش اي حاجة. هتقومي تحضريها صدقيني في ثواني، وهتعجبك وهتعجب الولاد وتفرحي الولاد بيهم قوي. ده كان عندي شربات، ممكن تقومي تعملي شربات زي ما انت عايزة تعمليها، بالسكر البودر، بالشربات، بصوص الشوكولاتة، زي ما انت حباها. بس انا كان عندي شربات في التلاجة، ورحت مطلعاها وهي سخنة كده وسقطتها في الشربات. وزي ما انتوا شايفين كده شكلها كانت، عايزة اقول لكم جميلة. النشا مخليها مخرفشة وجميلة بجد وطعمها جميل. زي ما انتوا شايفين كده نزلناها في الشربات. هنطلعها مجرد ما تنزليها بس الشربات يشرب منها شوية، وهتطلعيها. وزي ما انتوا شايفين كده شكلها كان طعمها جميل، وهتعجبكم وهتفرحي ولادك بيها وجميلة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة.